مدينة العلمين الجديدة اللي بيصيف فيها محمد صلاح، ازاي تتفسح ببلاش فيها واسعار اشهر فندق هناك. اهلا بيكم، انا معاكم لينا، والفيديو النهاردة من فيديوهات الساحل الشمالي. هنروح العلمين وانتوا رايحين الساحل الشمالي لمرسى مطروح هتلاقوا على الطريق مدينة العلمين الجديدة. عملت لكم بيها فيديو مفصل قبل كده وهسيب لكم لينك الفيديو في اول كومنت مثبت تحت الفيديو ده. دخلنا الفندق هناك ودخلنا المول او مول هناك من اشهر المولات، وكمان بيتميز بالسقف بتاعه اللي هو بيبقى كله عبارة عن زي سما كده، بتمشوا وبتحسوا ان انتوا اصلا في مكان جميل قوي قوي. واغلب المحلات فيه فتحت وهو عبارة عن 3 ادوار، وفي كمان كافيهات بره وجوه وقعدات حلوة جدا جدا. وطبعا بتكون العلمين بالليل تحفة، يعني انتوا لو هتروحوا هناك تتفرجوا حاولوا تروحوا في جو بالليل، علشان بيبقى الانوار فيها جميلة جدا والجو بيبقى حلو، خصوصا طبعا في الصيف بيبقى في نسمة الصيف الحلوة، لكن الصبح بيكون الجو حر جدا وطبعا مش بتحسوا بالانوار والاضاءة الحلوة اللي موجودة في كل حتة هناك. وطبعا مدينة العلمين الجديدة تقدروا تدخلوها وتستريحوا فيها وتاخدوها كريست تتفسحوا فيها وتدخلوها ببلاش، والباركينج ببلاش، وتتفرجوا على كل المباني الحديثة اللي موجودة هناك. والعمل هناك طبعا بيجري على قدم وساق، اهتمام فظيع بالنظافة وبالمباني الحديثة وكل حاجة بجد جميلة. عايزاكم كمان تشوفوا الفيديو اللي انا هسيبه لكم في اللينك بتاع الكومنت المثبت، فيديو تفصيلي اكتر كمان وكمان. وطبعا تقدروا تتفسحوا ببلاش في الممشى والشواطئ اللي موجودة في مدينة العلمين الجديدة، او تدخلوا او مول، واللي هنقول في اخر الفيديو تقدروا تدخلوا وتعملوا ايه جوه المول، او تقيموا في احد افخم الفنادق هناك في مدينة العلمين الجديدة، فندق رجال هايتس. لو حابين برضو اعمل لكم عليه فيديو تفصيلي اكتبولي في الكومنتس. الفندق 5 نجوم وبيطل على فيو بحر العلمين الرائع، وكمان في انفينيتي بول معمول على اعلى مستوى، وكمان ليه شاطئ رملي خاص بيه، والغرف بتوفر سي فيو جميل على شاطئ العلمين. الاسعار الفترة دي في الفندق بتبدأ من 8000 جنيه للفردين شاملة الفطار، ولحد 35,000 جنيه. بعد ما تعدي بوابة 7 المارينا هتلاقي اول مدخل من بوابات العلمين، وبعدين هتلاقي فندق رويال هايتس وتحته او مول، تقدروا تركنوا تحت المول وتتفرجوا وتتفسحوا فيه وتعملوه زي رست اثناء السفر. لما تدخلوا المول هتشوفوا السقف المشهور بيه او مول ده، واللي هو على شكل سما منورة. وهتلاقوا كمان ممشى العلمين اللي تقدروا تتمشوا عليه فور فري وتستمتعوا بمنظر البحر، وكمان تركبوا عجل. ده غير ان فيه كافيهات ومطاعم كتيرة وحمامات كمان هناك. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.